السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتنا الجديدة بنعيشها ببساطة. قناتنا هيكون محتواها هنوريك ازاي تربي عجل فوق السطوح من غير اي مشاكل ولا اي حاجة خالص بكل سهولة، وكمان هنعيشك حياة ريفية وسط الحياة المدنية. وعايزاكم تعرفوا ان كل حاجة احنا بنربيها قد ايه بتعلمنا الصبر والرحمة. ده غير كمان لما تجيبي حاجة صغيرة وتكبريها على ايديكي وتأكليها وتشربيها وتهتمي بيها، ده احساس جميل جدا. ناس كتير تعرفه بالذات اللي عايشين في الارياف. وان شاء الله من خلال القناة بتاعتنا الجديدة هوريك ازاي انا بعتني بيه، بنضف له واكله وكل التفاصيل. انا اول ما بطلع الصبح بحط له علف قبل البرسيم، بحط له علفة كده ياكلها قبل البرسيم، وبنضف تحتيه كويس، بشيل كل المبلول والمية اللي تحتيه ونكنس له. خلاص كده انا كنست ونضفت الدنيا، بحط تحتيه تراب بقى. وكمان لما الشمس بتطلع بطلعه فوق في الشمس على السطوح، هو الدور السطوح اللي فوق على طول، فهو لسه صغير بيطلع يعني. انا عايزه اقول لكم ان هو في السابع، يعني في الدور السابع، يعني ما تقلقوش من اي حاجه وتقولوا الدور بعيد ولا اي حاجه. انا مش عايزاكم تكشوا من اي حاجه، كل حاجه سهله، وهوريكم كل التفاصيل في الفيديوهات اللي جايه. هشربه ميه وبعد كده هرمله البرسيم عشان هو لسه واكل علف، فاكيد عطشان، فهشربه بعدين هرمله البرسيم. ان شاء الله هتلاقوا تكملة الفيديو في الفيديو اللي بعديه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.